بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت بتحبيني عشان فلوسي ولا عشان انا امور؟ هو انت امور؟ امال انت بتحبيني ليه؟ طبعا عشان شخصيتك. طب بقول لك ايه رايك في المول اللي انا مخرجك فيه؟ حلو؟ حلو قوي بصراحه يعني، بس انا جعانه. يلا ناكل. طب ما اكلتيش ليه في البيت؟ ما كنتش جعانه بس انا دلوقتي جعت. تبقي تعملي حسابك بعد كده. طب تعالى نشرب حاجه. نشرب ايه؟ انت يا بنت عبيطه، ايه اللي اكل واشرب وانا جاي اغذيكي؟ انا مالي، ما تدفعي في بيتكم. ما جايين ليه؟ احنا جايين هنا عشان نطلع السينما، ناخد كرسيين ورا ونمسك ايد بعض. طب يلا ايه نروح ده؟ السينما. ايه ده؟ انت سهله ليه كده؟ قولي لي ما ينفعش، خليني احاول معاك عشان احس ان انا عملت مجهود، عشان لما امسك ايدك بعد كده افرح. طب قول انت. يلا نطلع السينما نمسك ايد بعض. لا. احسن. المهم دلوقتي احنا جايين نتبسط ونخرج، هنخش دلوقتي السيموليتور. ونتدقلب. نتدقلب على الطلاق، انت اللي طلعك من ابو قتاته ظلمك. يا بنت السيموليتور ده جهاز بيجيب الحاجات قريبه، لعبه يا متخلفه. طب يلا. تعالي افهمك انا بقى الدنيا يا ستي، انت لسه صغيره مش فاهمه حاجه. تعالي. حبيتك من بين الناس، حبيتك اجمل قلقاس. هترجعي لي يا ساندي ولا ايه؟ لا، عشان انا زعلانه منك يا ايمن، وزعلانه منك قوي كمان. انت وديتني دريم بارك وما ركبتنيش هناك ولا لعبه، ومشيتني وانا نفسي مكسوره. ما عشان قالوا لي هناك ان انت لو ركبت اللعب هتبوظ، مش هينفع. هم ما عندهمش غير اللعب دي، هيعملوا ايه؟ يضحوا بكل الناس اللي هتلعب عشان انت تتبسطي. ماشي طيب. افتكرت البرج، قلت لك نفسي يا ايمن اروح معاك البرج، نفسي يا ايمن اشوف مصر من فوق. ومصر ذنبها ايه انت تشوفيها من فوق؟ يا ايمن عايزه اشوفها كده في جو رومانسي وحالم. ما انا وديتك يا بنتي، صاحب البرج جه قال لي لو خطيبتك طلعت البرج مش هيبقى برج، هيبقى عماره عاديه. اعمل ايه؟ ماشي طيب، سيبك من البرج وسيبك دلوقتي من دريم بارك. اقول لك عايزه اروح معاك النيل، في واحد بيحب واحده ما بياخدهاش في مركب في النيل، نركب كده مركب ونعمل كده تايتانيك. يا بنتي اذا كان تايتانيك السفينه العظيمه غرقت في البحر الكبير، النيل ذنبه ايه يتحمل مسؤوليته؟ عارف يا ايمن، انت اصلا بتاع بق وبس. خلاص يا سندي، انا عموما لا انت ولا غيرك، انا خلاص تبت الى الله وهعمل عمره وهقعد بقى في الجامع. نعم يا اخويا، يعني مش هتتجوزني؟